السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. معاكم محمد حسن من قناه محمد حسن. اسف ان انا اتاخرت في تنزيل فيديوهات، بس معلش دي ظروف وكده. وانا النهارده هتكلم عن موضوع التنمر ده، ان هو مثلا بيكون صحابك بيضايقوك كده، بمعنى اصح اللي احنا بنقول علينا التريقه، اسمها التريقه ده بمعنى اصح. فدلوقتي ثانيه واحده بس عشان انا كاتبهم قدامي. التنمر ده يا جماعه حصل للكل. الكل كان في ناس كده مرضيين بيتنمروا على ناس تانية، يعني في ناس مالهاش ذنب. والتنمر ده يعني بيجي عن طريق مثلا صاحبك ده مثلا متغاظ منك، حاجة زي كده. بس هو دي خيرة ربنا لما حد بيتريق عليك فيها. واحمد حلمي اتعرض للتنمر، قالوا له انت ودانك مترترة وحاجات زي كده، وهو قال استخدموك التنمر ده استخدموه كميزة ليكوا، يعني بلاش تحبطوا. التنمر هو شكل من اشكال الضرب، او اللي هو المضايقه، يعني مضايقه من طفل لطفل، او من مجموعه اطفال لطفل، فاهم؟ وده بيحصل كتير جدا في المدارس. صحابك مثلا يفضلوا يتريقوا عليك وانت صغير، بقى يقولك ايه، انت مش عارف، انت تخين، انت مش عارف ايه، انت مش عارف ايه. طب ليه؟ دي خلقة ربنا. وليه اشكال كتير جدا ممكن يهددك بيه. وممكن مثلا في انواع منه كتير جدا، في انواع منه، في بدني وفي لفظي وفي نفسي وفي اجتماعي. نبتدي اول حاجه بالتنمر اللفظي. اللفظ ده مثلا ممكن يكون لما يجي يشتمك، يتريق عليك، يطلع عليك اسم، يتريق عليك. طب وليه؟ يهددك بحاجه بيتضايقك بيها. لما يكون حاجه انت حاططها مثلا في نفسيتك، هو ممكن يهددك بيها، اللي هو يقول لاصحابك ويقول طب وليه؟ طب ما ده ممكن يكون سر بينك وبينه، كنت سر بينك وبينه، فممكن يروح يفضحك بيه. ليه؟ والتنمر اللفظي ممكن حد يتريق على لون بشرتك، على جسمك، على يقولك انت تخين، انت مش عارف، انت بتاكل كتير. لما يكون رفيع ممكن يتنمر عليك برضو، يقولك انت ما تاكلش ولا ايه، انت مالك في ايه كده. وربنا قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. البدني بقى، اللي هو مثلا صاحبك مثلا يروح يقول لك ايه، يا فلان يا فلان، تعالى يا جماعه مثلا ايه، نضرب مثلا محمد، نتريق عليه كده. والحاجات دي فعلا في ناس بتجربها وبيتأثروا. في ناس ممكن توصل معاه للانتحار. بس انت ليه؟ انت تهدى كده على نفسك وتفكر، مفيش حاجه تحصل. اجتماعي بقى، في تنمر الاجتماعي، لو مثلا صحابك يبعدوا عنك، يعني يلعبوا مع نفسهم، ما يلعبوش معاك. يبعدوا عنك، يعني انت بتقول ما ليه بيبعدوا عني يا جماعه؟ طب انا عملت لكم ايه كده؟ والنفس بقى، اللي هما يبصوا لك بصه وحشه، يبصوا لك بصه وحشه، اللي هو انت مقرف قوي، انت معفن، انت مش عارف ايه. التنمر الالكتروني بقى ده يعتبر من اسوأ انواع التنمر حاليا. التنمر الالكتروني ده بقى، اللي هو بيكون حتى تبع الفيديوهات على مجموعة التواصل الاجتماعي كلها مرة واحدة. يخش مثلا انت بتصور فيديو، ايه ده؟ انت شكلك وحش، انت مناخيرك كبيرة، انت شعرك مش عارف ماله منكوش كده ليه، انت وانت 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 وانت. الكومنت اللي هو بيكتبه لك ده بقى، او الكلمة اللي بيكتبها لك دي، ممكن تجرحك.
واكيد بتجرحك. هو استفاد ايه؟ ها؟ لو عايز يحبطك، عايز يكسر فيك، عايز يوقعك كده تتضايق من نفسك. ليه تتضايق من نفسك؟ متضايقش. في ناس بقى بتقول ايه، هو انا كل ما صاحبي يضايقني هيكون كده بيتريق عليا، بيتنمر عليا؟ لا، انت لو صاحبك ده بيحبك جدا واقف معاك في كل حاجه وبيحبك جدا وكده، ممكن هو ما يقولك اسم يكون بيهزر معاك، بس انت تقول له كده بيني وبينك انا قابل منك الاسم ده او مش قابله، فما تهزرش معايا بكذا وهزر معايا بكذا. ممكن يكون اسم هو مطلعه عليك وانت مثلا حبه، او انت اسم انت بتحبه من جواك كده وعايز ان صحابك يندهوك بيه، تكون شهرة ليك يعني بمعنى صح. الاثار بقى اللي هي بتأثر فيك لما حد بيتنمر عليك بقى، في اثار بقى ممكن تظهر عليك كده. ثقتك بنفسك تقل لو ما كنتش واثق في نفسك كده. ما تركزش وانت في الدراسة، ما تركزش في دنيتك، تكون كده. تخاف من مواجهة المجتمعات الجديدة. يعني ايه؟ انك مثلا تكون خايف مثلا تعمل حاجة، خايف من نفسك، قلقان من جواك كده، مش واثق في نفسك كده، ممكن يجيلك قلق، اكتئاب، حالات انتحار. ده ممكن حد بسبب الصحة النفسية اللي جواك السيئة جدا ممكن توصل بيك للانتحار. تخيل الموضوع وصل لايه؟ ممكن الموضوع يوصل للانتحار. بس انت تهدى كده مع نفسك. انا عن نفسي، انا من وجهة نظري لما يكون مثلا حد بيتنمر عليك في حاجات، لما حد بيتنمر عليك بيها انت ممكن تغيرها في شكلك او حاجه زي كده. ده بقى من عمليه التجميل والحاجات دي. بس انت افرض معكش فلوس، افرض انت معكش فلوس، فدي خلقة ربنا. بس دي خلقة ربنا. حرام المتنمر ده شخصيه وحشه جدا، وفيها هاشتاجات منشوره لا للتنمر، وفي لا للتنمر مروان جليتش، عشان بيقولك كان داخل لايف لبنت اللي هو بيلف في اللايفات عشان يقول للناس كلمه تفرحهم وكده، فراح دخل على لايف في بنت لسه هو لسه يعني لسه محترم ومهذب جدا، بس اللي هو فقير شويه. الناس عملوا لا انت لسك وحش، انت شكلك وحش، انت معفنه، انت مش عارف ايه. كان لسه هيهزقهم، لا البنت عيطت وخرجت. البنت عيطت وخرجت. الناس بقى اللي هم ايه معرضين بقى للتنمر، اللي هم عايزين يتنمروا عليهم فعلا بقى، الناس اللي هي متفوقه، الناس الموهوبه، الناس اللي هي في مثلا اهتمام كبير بيهم، دول في ناس بتحاول تتنمر عليهم عشان هم ساعات بيكونوا محبوبين في يعني مثلا واحد هو مثلا صحابه كلهم مثلا يكونوا بيحبوه، ففي شله تانية ممكن تكون ايه متغاظه منه، متضايقه منه، مش بتحقد عليه، ممكن تحقد عليه، ممكن يتنمر عليه، يطلعوا سمعة عليه وحشه جدا. وهو في حالاته ممكن يكون غلبان. هو حرام لما الواحد يمشي جنب الحيط لوحده كده مع نفسه؟ ليه لازم صحابه يجمعوا مثلا يتريقوا عليه، يضايقوه؟ هو انا حاجه، انت لما حد يتنمر عليك تقول له كلمتين بس، الله يسامحك بس، دي بالدنيا كلها. الناس بقى اللي جايه في مدرسه جديده مثلا، الناس اللي بتيجي في مدرسه جديده ممكن يتنمروا عليهم علشان لسه جديد وكده، لسه ما طلعش بقى، لسه مع الواد لسه جاي جديد بقى في المدرسه ما يعرفش حد، هو تلاقي اكيد عايز يجمع صداقات وكده. فهو في الناس في شله كده او صحاب بيتريقوا على الناس كده، هم بيحبوا يضايقوا الناس من غير اي سبب. خدها جمله كده، قبل ما تواجه الناس بعيوبهم واجه نفسك بعيوبك الاول. شوف عيوبك انت الاول ايه. والمسالمين بقى اللي هو ماشي في حاله، ما بيراسيش في حد، الناس بقى تيجي تراسي فيه وكده. ليه كده يعني؟
ايه بقى الاسباب الشائعه للتنمر، الاسباب اللي بتخلي المتنمرين دول يتنمروا على الواحد التاني. هما المتنمرين دول اصلا كان ممارس التنمر قبل كده، يعني في ناس جربت ناس تنمرت عليه قبل كده، فهو عايز يطلع بقى الطريقه اللي جت عليه والغل والناس الكراهه اللي الناس كرهتها له، عايز يطلعها عليك انت، عايز يخلي الناس تكرهك انت، عايز يخلي الناس تتريق عليك انت، عايز ناس تسخر منك انت، بيحب الناس تضربك، بيحب الناس تضربك، بيحب يخلي الناس ترازيك. واصحابك اللي هم بقى بيكونوا بقى اللي هم بيتريقوا عليك دول بقى اكيد كلهم متفقين عليك بقى، كلهم متفقين عليك بقى. الاهل بقى، اهلك في البيت مثلا، ده مش مكتوب، انا اجيب لكم من نفسي. التنمر في البيت ممكن اخوك مثلا بيهزر معاك يقول لك انت مش عارف ايه، انت مش عارف ايه. اهلك ممكن الناس بقى اللي بيتنمروا عليك دول مثلا عايزين ايه، عايزين الناس تهتم بيهم، عايزين الناس تهتم بيهم، عايزين الناس التانيين مثلا عايزين يشوفوا المجموعة دي، عايزين يضموا عليها. وانت اصلا لما بيكون حد بيتنمر عليك انت ثقتك بنفسك بتقل، بتحس بالامان قليل، نفسيتك بتبقى زفت بمعنى ذاتي فعلا لما حد بيتنمر عليك. والناس اللي بيتنمروا عليك دول اكيد في حد تنمر عليهم قبل كده، فبيتعلموا تنمر. المتنمرين دول اتعلموا تنمر من الناس اللي كانوا بيتنمروا عليهم، يعني هم اتعلموا تنمر فقالوا تنمروا على ناس تانية عشان زي ما حصل فينا يحصل فيكم. ازاي بقى التنمر بقى بيأثر عليك انت؟ بيأثر على الطفل. لما حد بيتنمر على الطفل بيتريق عليك او بيتنمر عليك كتير كده وانت بتحس بالتنمر، انت بتكون وانت قاعد كده بتحس بالذنب، يعني بس ده يعتبر كفر كده، يعتبر يا رب انت ليه خلقتني كده، يا رب انت ليه عملت فيا كده، انا ذنبي ايه، انا ذنبي ايه تعمل فيا كده. لا كده حرام، كده حرام. هو ربنا خلق الناس طبقات خلقنا كلنا سواسية في المعاملة، لكن خلقنا طبقات. في ناس مثلا ربنا يبارك لهم يعني، ودي حاجة من عند ربنا، ممكن في ناس ممكن ربنا يمديهم جمال ومال وحاجات زي كده، وفي ناس ربنا هو دي حكمة ربنا، هو ربنا قسمها كده، وخلي ناس، في ناس جميلة، في ناس متوسطة الجمال، في ناس مش جميلة. هو ربنا مقسمنا، ربنا خلقنا كده، وانت اقعد كده مع نفسك وايه ده، ولا كأن حاجة حصلت وهتسيب حاجة، لأن دي حاجة بتاعت ربنا هو اللي عملها لك، انت مالكش يد فيها، هو ربنا مصورك كده، ربنا عايزك بالشكل ده كده على طول. ممكن لما تكبر ربنا يحولك من شخص لشخص تاني. التنمر بقى كده ممكن انت تكون حاسس ان انت موجود ولكنك مالكش لازمة في الحياة، انت بتحس ان انت مالكش لازمة في الحياة، لدرجة ان انت ممكن توصل للانتحار فعلا. انت ممكن توصل للانتحار لما تحس ان انت مالكش لازمة في الحياة. لا انت تنهي الموضوع ده، يعني قول انا ليه لما اكبر كده هيبقى ليا وجود في الدولة، هيكون ليا كيان، هيكون ليا حاجة زي كده. ما تحبسش في نفسك خالص، وبتحس بالقلق وبتحس بالخوف، تحس ان مفيش امان، تحس ان انت ناس ممكن يجوا يضربوك وكده. انت افضل حاجة لتوقف التنمر ان انت ممكن تكون قاعد تفتكر مثلا لما صحابك يكونوا بيتنمروا عليك، انت ممكن تفتكر ان واحد صاحبك تاني او واحد متعرفوش تاني ممكن يتدخل ليك عشان يضربوا مثلا او يبعدوا عنك، يخلوهم يبعدوا عنك وكده. بس هم صاحب التاني ده كده هيخاف على نفسه برضه، يعني ما ممكن الكسرة تغلب الشجاعة، هو ممكن يخاف يتدخل عشان هو لوحده وهم كتير طبعا، وانت هتكون حاسس ان انت خايف كده، او متعرفش تضرب او متعرفش تعمل حاجة. ممكن يكون صاحبك اللي بيدخل ده ما يعرفكش، مش صديق ليك، مش
ممكن يكون مش بيحبك، ممكن يكون مش بيحبك فيزود عليهم اكتر، يقول له طريقة عليه طريقة عليه ويفضل يضحك. كده خلصنا كل حاجة عن التنمر. فانت تهدى كده على نفسك، ولا تقول انا شكلي وحش. انت ارضى باسمة ربنا ليك، ارضى بالصورة اللي ربنا صورها لك، ارضى باللي ربنا رسمهولك، ارضى كل حاجة. قول بس الحمد لله، دي بالدنيا وما فيها. او ادعي وقول يا رب يا رب يهديني، يا رب خليهم يبعدوا عني. ادعي بأي دعوة تعجبك. كده خلصنا حاجة، كده خلصنا التنمر.